يا صباح الخير والعافية عليك أستاذ. خير السرور وتحياتي واحترامي جميع مشاهدي قناة العربية الرياضية وضيفك الكريم والزميلات ست نبأ وست حمزة. يعني أستاذ علي، بداية كيف شاهدت المستوى الفني لهذه البطولة، بطولة كأس العراق، على المستوى دوري النجوم أو ممكن حتى الدرجة الممتاز؟ أكيد عندما نتحدث عن بطولة كأس العراق هي البطولة التي تجمع أندية دوري الكرة الممتاز بالإضافة إلى أندية دوري نجوم العراق، يعني 10 أندية من دوري نجوم العراق و10 أندية من دوري الكرة الممتاز، بالإضافة إلى ناديان متأهلان حديثان إلى دوري الكرة الممتاز اللي هم ناديي الجيش بالتالي اليوم هو ختام مباريات طبعا الدور الثاني والثلاثين بلقاء الصناعة مع الكرخ. أكيد شاهدنا طبعا المباريات يعني يوم أمس وقبل يوم أمس أيضا شاهدنا الكثير يعني طبعا من المفاجآت، أكيد من ضمنها تأهل نادي المطاف يعني حساب النجف، يعني نادي من الدوري الممتاز أقصى نادي من دوري المحترفين، بالإضافة إلى نادي الحج الذي أيضا أقصى نادي الكهرباء وتأهل إلى الدور المقبل. أما من دوري الكرة الممتاز فتأهلت عشرة أندية لغاية الآن، فبالتالي هذا مؤشر إيجابي يعطي دافع معنوي لأندية الدوري المضارب بتقديم الأفضل. طيب يعني أستاذ، اليوم راح تكون الجولة الأخيرة من 32، راح تكون المباراة النهائية ما بين الكرخ وأيضا الصناعة. برأيك من راح يحدد هذا اللقاء أو لمن راح تكون هذه المنافسة؟ هو طبعا أنا في ظل المعطيات التي شاهدت طبعا مباريات يوم أمس، وأكيد عندما نتحدث عن نادي الكرخ واكيد نادي مميز من نجوم العراق، واذا تحدثنا عن نادي الصناعه فاكيد سيحاول طبعا تكرار مفاجاه بقيه الانديه، بالتالي اتوقع انه نادي الكرخ من ناحيه الخبره والتمرس وان ايضا في دوري نجوم العراق وما يمر به نادي الصناعه من نتائج سلبيه، بالتالي اتوقع ان الكفه تميل لنادي الكرخ. طيب يعني لو نتحدث عن المباريات اللي يعني شاهدناها سابقا بين الرمادي وايضا الجولان، بين الرمادي وايضا الجولان اللي انتهت بفوز الرمادي، فبرايك كيف كانت هذه المباراه وهل كانت تتوقعون النتيجه؟ طبعا نادي الرمادي من الانديه العريقه ويمتلك كادر تدريبي ايضا ذو خبره طويله في الملاعب، طبعا تحت قياده الكابتن جمع الديه، فاكيد يعني كان اعتقد اشبه بديربي المحافظه بين ناديي الرمادي طبعا والجولان اكيد. المباراه يعني كانت جيده من الناحيه الفنيه، طبعا انتهت لصالح الرمادي وهذا ما كان يطمح له. ايضا نادي الجولان عزز صفوفه اللاعبين منذ بدايه الموسم، ولكن بعض الانديه يعني حقيقه يعني بعض الانديه تفكر بالكاس والبعض يفكر في بطولات الدوري، لذلك نادي الجولان عول على بطوله الدوري ويطمح منذ سنوات بالتأهل إلى دوري محترفين، عكس نادي الرمادي الذي أيضا يطمح بتحقيق نتائج إيجابية وإسعاد جماهيره من خلال بطولة الكأس. نعم. نعم أستاذ علي. نعم. أيضا لو نتحدث عن نعم تفضل. أما من خلال يعني بقية الأندية اليوم نتحدث عن بطولة الكأس، فهي من البطولات أكيد المهمة. الجانب السلبي في بطولة الكأس انه لا يوجد اي تعويض، يعني لذلك يعني جميع الانديه تدخل بخيار واحد هو فقط الفوز، عكس بطولات الدوري دائما هنالك تعويض. بطولة الكأس يعني هي نظام خروج المغلوب، لذلك يعني اكثر الانديه تدخل المباريات يعني مضغوطه تحاول تحقيق الانتصار والتأهل الى مرحله اخرى مهمه جدا. نعم. يعني هناك الكثير في هذه الجولة من الأندية اللي ممكن حققت أهداف جميلة ومفاجئة كانت، منها ممكن أيضا فريق الحدود اللي أيضا فاز ب3 أهداف مقابل هدف وحيد بالنسبة لضيفه البيشمركة. أيضا خلينا نتحدث عن هذه المواجهة. طبعا إذا نتحدث عن نادي الحدود فهو قادم بقوة ويمنى النفس بالعودة إلى دوري المحترفين. طبعا نادي الحدود حقق 3 انتصارات في أول 3 جولات من دوري الكرة الممتاز، ويتربع على عرش صدارة الدوري برصيد 9 نقاط، وهذا دليل على أن النادي قدم بقوة
ويسعى لتحقيق نتائج ايجابيه في بطوله الدوري والكاس. اذا نتحدث عن الطموح الاول والاكبر فهو يطمح بالعوده الى دوري المحترفين عبر بوابه الدوري الممتاز. اما اذا نتحدث عن بطوله الكاس فبطوله الكاس هي ايضا بطوله مهمه ويسعى الى الوصول الى ابعد نقطه ممكنه. حقيقه اذا نتحدث عن بطوله الكاس فهي عاده تكون يعني لأندية متقدمه في دوري نجوم العراق، لكن انديه دوري المظالم دوري الكره الممتاز تبحث عن الوصول الى ابعد نقطه ممكن حتى لو كان الى الدور ربع النهائي. لذلك هذا الحدود قادم بقوه، واتوقع يعني من الانديه المرشحه لتحقيق نتائج ايجابيه في بطوله الكاس وممكن حتى العوده الى دوري المحترفين. طيب لماذا يطلق على هذا ممكن هذا الدوري دوري المظالم؟ احنا ممكن عرفنا بعض الاسباب، لكن احنا نريد الاسباب الاخرى من حضرتك. طبعا هو سؤال مهم جدا اكيد. دوري المظالم يعني مظلوم من كافه النواحي. اذا نتحدث عن اداريا فبعض الملاعب غير صالحه لممارسه كره القدم. اذا نتحدث ماديا فاغلب الانديه لا تمتلك الدعم المادي. الدعم من الاضواء تكون على دوري النجوم اللي هو حاليا دوري المحترفين. اما اذا نتحدث عن الجانب الاعلامي فهو غياب الدعم الاعلامي، يعني باستثناء يعني دائما ما نشاهد يعني نقدم الاشاده والثناء لقناه العراقيه الرياضيه دائما بتقاريرها في برنامجكم، في نقل بعض المباريات حتى على مستوى دوري الدرجه الاولى، لكن لا نشاهد اي اهتمام اعلامي من بقيه وسائل الاعلام. ايضا دوري المظالم اذا نتحدث عن الجانب فتحدثنا عن الاسباب المعوقات اللي هي الماديه الاعلاميه الاداريه، لكن هناك ايجابيات هذا الدوري منها المواهب وبروز اكبر عدد من المدربين وانديه جماهيريه تمثل يعني انديه عريقه في هذا الدوري. طيب اكيد ان شاء الله يعني تنحل كل هذه الازمات، وقناه العراقيه الرياضيه هي سباقه في هكذا امور سواء على كره القدم او ممكن على الرياضات الاخرى. اكيد الاستاذ علي غالب العزام من محافظه صلاح الدين، شكرا واكيد اتمنى لكم كل التوفيق في هذه البطوله. نعم.